يا جماعة الحلوين، قدام مطعم فيتنامي في زحمة ناس متجمعين بفضول. الأرض مليانة ب4 شرطه كبار، الكل فاكر إنهم كان حادثة سير، بس الناس بتقول إن في شاب وسيم ضربهم كلهم في ثانية. الولد ده قاعد مرتاح في المطعم بيأكلوا عشاءه، الشرطي سحب مسدسه دخل وربط إيديه، لقوا معاه بس بطاقة عسكرية منتهية وكل فلوسه 38 دولار، وكمان معاه فرشاية سنان. حسب قانون تكساس ضرب مع إصابة من الدرجة الثانية ممكن يوديك السجن 10 إلى 20 سنة. يا شباب جاك ريتشرد أكيد هي تحبسي فترة طويلة. لما الشرطة حبوا ياخدوه المركز جاك بكل ثقة قال خلال 90 ثانية حاجتين هيحصلوا. أولا التليفون هيغني، ثانيا اللي هيسجن مش أنا، ده الشرطتين المتكبرين دول. الشرطة ضحكوا بس قبل ما يكملوا التليفون فعلا رن. الطخ إن الشرطتين دول فاسدين بيتعاونوا مع الخارج عشان يسرقوا معدات الجيش الأمريكي، وكمان بيتاجروا بالبشر مع نساء مهاجرات غير شرعيات. شرطي مشكوك فيها رد على التليفون المكالمة من قسم التحقيق الجنائي في شرطة فيرجينيا. بعدها سيارتين شرطة وصلوا قدام المكان. الشرطتين الفاسدين دول قربوا يلاقوا نهايتهم. انت مين؟ أنا كابوسكم. جاك كان جندي شرطة متقاعد بس ما قعدش ساكت. حبه الكبير هو إنه يحمي الضعفاء ويحبس الظلمة. عايش زي الشبح هنا وهناك، ما اندوش بيت ثابت، بس دايما بياخد معاش يثبت إنه لسه عايش. كمان فيه المقدم سوزان تيرنر من شرطة فيرجينيا. الاتنين دايما بيتكلموا على التليفون، بيتبادلوا معلومات، وبعدين علاقة حب بدأت بينهم. جاك قرر يروح واشنطن عشان يقابل صديقته اللي عمره ما شافها، بس لما وصل المكتب لقى حد تاني قاعد مش سوزان. الراجل قال إن سوزان اتوقفت عن العمل بتهمة احتيال ومحبوسة قيد التحقيق. قبل ما يتعين حد جديد المقدم موريغان هيحلي محلها مؤقتا. مش معقول، قبل الكام يوم كان بيتكلم مع سوزان في التليفون، وكمان حسب اللي يعرفوا عنها سوزان ما تمشيش في الغلط. الركيب ليشر الموظف في مركز الاتصالات شاهد قصة حب جاك وسوزان على التليفون. هي قالت لجاك بطريقة ذكية إن سوزان محبوسة في قاعدة فورت دي والعميد مكوي هو محاميها. جاك رايح يقابل مكوي فجأة، والعميد كان مستنيه لأن سوزان قالت إنها مش عايزة تشوف جاك وقت القضية، يمكن عشان ملف جاك معقد معادل الحكومة بيكره الناس وسب عيلته. انت بتقول ايه؟ مكتوب هنا انك عمرك ما دفعت نفقة، انا ما عنديش عيال. مكوي قال إن فيست اسمها كانديس اتواصلت مع الجيش تطلب تعويض لبنتها اللي عندها 15 سنة. الأوراق بتقول جاك هو أبوها. جاك ما استعجلش يبرر بس أخذي صورة البنت ساكت. يا جماعة الحلوين، الجيش لك هارد ديسك فيه معلومات سرية في بيت سوسن وبتتهمها بالخيانة وبيع أسرار عسكرية. رغم الأدلة القليلة موف وافق يا شباب على الاعتراف. زد سيكي متصدم بجد رهيب. بالنسبة له موف مجرى الجبان ما بيحب المخاطرة بس بيفكر في نفسي. لما خرج من القاعدة سيارة دفع رباعي السودان تتبعه بهدوء. يا إلهي، ده محقق أسطوري، مين يصدق إنه ما حس إنه مراكب، لكن استمر في المشي. وصل لمطعم طلع صورة بنت صغيرة وبدأ يدرسها كويس. يا شباب، ليه فجأة عنده بنت؟ السيارة السودان وقفت مقابله في 2 رجالة بنظارات سودان قاعدين يتابعوا، واحد فيهم طلع مسدس واحد رصاص. مش عارف من امتى الهدف في المطرم اختفى فجأة. جاك مش راح يهرب، بالعكس مشي وسلم على الاتنين. كيف حالكم؟ أي حركة ممكن تكون موت. حياته بيدهم، والراجل سلم السلاح وورانا هويته. جاك عرف إنهم من شركة الأمن بارا، مش بيحب يتابعوه. بعد ما وبخهم شوي مشى كأنه برو، فكك السلاح ورماه في الزبالة. الأيام اللي فاتت كانت غريبة، قرر يحقق أكتر. أول خطوة لقى البنت سام في الصورة وتتبعها للسوبر ماركت. سام بتسرق وهي بتختار الغرضن. أمها كانت مدمنة وأبوها مش موجود من زمان. عاشت في الشوارع والسرقة بقت جزء من حياتها. التحديات دي خلتيها دايما حذرة، شبه جاك بالضبط. كانت مدمنة وهي صغيرة، عاشت في الشوارع، والسرقة كانت وسيلتها للبقاء. التجارب الصعبة علمتها تنتبه لكل حاجة بالضبط زي جاك. سام سألت جاك ليه بيتابعها. جاك قال له ما في نية سيئة، هو بس صديق قديم لأمها.
لما سمع سام اسم عمها ما بيصتش له ومشيت ورفعت إصبعها كإشارة. كل تحركاتهم كانت بتتسور من القتلة. العقيد موف مش غبي يا شباب، اكتشف شوية أدلة. قبل أسبوعين 2 من رجالها ميكوفيتش والرقيب جيلي انرسلوا لأفغانستان لتحقيق، لكن ماتوا في قاعدة جوية 3 سوسن متهمة بالتجسس في سر مظلم ورا القصة دي، وكمان جاك نفسها متابع. جاك مقتنع إن القتلة مرتبطين بشركة الأمن بارة، وإنهم كمان عايزين يقتلوا سوسن، لازم يقفهم بأي ثمن. اتفقوا يقابلوا بعض بالليل، بس في نفس الليلة القتلة اقتحموا بيت العقيد موف. ده الراجل اللي قتل الرقباء في أفغانستان ومحامي سوسن، هو عارف أسرار كتير وعايز يعرف أكتر. موف قال إنه تكلم مع جاك 10 دقائق وده كفاية ليكشف كل الأسرار. القاتل ما استنى ورماه على طول. الهدف الجائي هو جاك. الصبحة شرطة الجيش بسندقوا على باب أوضة الفندق بتاع جاك. المقدم مورغان عايز يتكلم معاه في القسمة. جاك لما كان شغال كان بيقيم تقارير ترقيته. مورغان مش معجب به بسبب تصرفاته المتهورة. امبارح بعد ما جاك اتكلم مع موف التقتل في بيته. جاك عليه كدمات في يدي، يعني اتهموه بقتل ضابط كبير. جاك اتحبس في سجن عسكري مشدد في واشنطن، وسوسن برضه هناك. السجن كله كاميرات مراقبة في كل مكان. الحراس عارفين مكان زنزانة سوسن كويس. الشرطة خلعت الأصفاد عن جاك وسمحوا له يكلم المحامي لوحده. جاك مش مركز بس بيفكر إذا يطلع سوسن من هناك. من الشباك شاف 2 حراس بيتابعوه للسجن. يا شباب دول جريئين جدا، يجوا يقتلوه في سجن عسكري، ما ينفعش يتأخر أكتر. قال للمحامي إنه بين خفض سكره ولازم يجيب له عيش. لما المحامي خرج جاك فتح شنطته بسرعة، أخذ مفتاح سيارة المحامي وفلوس. قال للحراس إن الكلام خلص ومشى. فاكر طريق زنزانة سوسن. جاك فجأة هجم، ضرب الحارس ضربات سريعة ووقع، ولبس بدلة الحارس بسرعة، لبس القبعة برضه. في الوقت ده 2 القتلة قربوا من القسم. جاك تظاهر إنه قفل الباب ومشى وراهم. القتلة فعلا مشيوا على طول الزنزانة سوسن وقالوا هيت نقلوها لسجن تاني. جاك دخل الزنزانة بنفس اللحظة، ضرب واحد منهم وهو واقف. في نفس الوقت سوسن خطفت السلاح وسيطرت على الحارس. 2 تعاونوا وضربوا القتلة 2. تعرف أنا مين؟ أنا بأمرك تسيب السلاح. سوسن حاولت تقنع الحارس بس الوقت بيخلص. جاك حسم الموقف وضرب الحارس بالمسدس الكهربائي، وبعدين طلع سوسن برا. قابلوا المحامي جاي مع سندويتش. غرفة التحكم فتحت الباب. جاك أسرع وقفل الباب بالعصا. هربوا بسهولة. هربوا من السجن المشدد، لكن لما وصلوا لباراكينجي كل العربيات كانت سودان. ما عرفوش أي واحدة بتاعة المحامي. إنذار السجن اشتغل، ما فيش وقت يدوروا. أضطروا يهربوا بسرعة. ضغطوا على جرس سيارة عن بعد عشان يشتتوا الانتباه، واستخدموا عربية وصيل أكل للهروب. الحراس طاردوهم بسرعة وحاصروا عربية الأكل، لكن اتخدعوا تاني. يا إلهي، المشتبه فيه مش في عربية الأكل، سرق عربية شرطة عسكرية وهرب. دلوقتي خلاص هما هاربين بجد، بس الحقيقة بس هي اللي تقدر تبرئهم. سوسن اتقبض عليها اليوم اللي بعد مقتل الرقباء. كان لازم يكون في تقرير تحقيق. سوسن حاولت تقرأ إيميل من المقر الرئيسي، وفجأت النظام كشف مكانهم عن طريق الآي بي. الشرطة ما كانتش متخيلة إن المسؤول المباشر جاسوس. أنا مورغان، جاهزين تتحركوا، حددنا الموقع أقتلوا الكل. نظام الشرطة العسكرية تتقفل. سوسن مش بس ما قدرتش تقرأ الإيميل، كمان مكانها أن نكشف. أضطروا يهربوا. يلا نشوف المعركة. القتلة قريبين منهم. اللبز الأسود ملفت جدا. جاك حس إنه متابع. حدزي قال له دول مش شرط يكونوا شرطة، ممكن يكونوا قتلة. لازم يقرعوا التتبع. والاتنين جريوا بسرعة نار. يحاولوا يلحقوا الباس، بس مهما حاولوا دايما بيكونوا خطوة ورا. وفجأة سيارة الشرطة تجي وراهم، محاصرين بين 2 شكلهم ما عندهم محرب. فجأة جاهم فكرة. جاك يندفع بسرعة داخل المطعم. 2 راحوا على المطبخ، كسروا كل شيء وطردوا الطباخين برا. رغم إنهم قفلوا الباب، ماسكين مطرقة، طفوا الكهرباء وحرسوا الباب الخلفي. جياك واقف جنبهم ناطر لحظة الصح. جياك استغل الفرصة ودفع رف الصحون على القاتل. بعد صراع جياك وسوين تعاونوا بس ما قدروا يسيطروا. الحظ كان معاه الشرطة. وصلت فجأة بس القاتل ما ارتعب وقال إنه شرطي.
أكد إنه من الجيش ومعه أوراق في جيب بدلتها. لما الشرطة حاولت تفحصه فجأة هجم وسرق السلاح واقتل شرطيين مسكينين. لما رجع الهدف كان اختفى. بعدين القاتل استلم مكالمة من جنرال كبير في الجيش الأمريكي. الجنرال عرف إن الهدف من أقتل وسأله إذا يحتاج دعم. القاتل بغرور قال كل شيء تحت السيطرة. جاك وسوين كانوا في نزل على الطريق يشتروا حاجات ضرورية من فلوس المحامي. أضطروا يوقفوا الهروب. الوقت حان للرد. بعدها اتصلوا بالمقدم مورغان واستعملوا حيلة عشان يخلوا يرسل تقرير التحقيق اللي كان الركباء الاثنين أرسلوه لسوين قبل ما يموتوا. لما مورغان فهم إنه التخداع كان فات الأوان. جاك سيطر عليها وسوين نسخت إيميل التقرير بسرعة وأخذت كومة فلوس من الدرج. ما ينفع يقعدوا هنا كتير. جاك مؤمن إن العدل يجي متأخر بس يجي أكيد. قرر يترك مورغان مؤقتا. تقرير التحقيق قال إن آخر شخص كلم الرقباء كان متعهد اسمه دانيال. جاك تواصل مع الرقيب ليشري في قوات الدرك وطلب منها تحقق في دور شركة الأمن باران في باجرام وتلاقي أثر موظف اسمه دانيال. جاك طلب التحقيق في دور شركة الأمن بارا في باجرام وكمان لازم يلاقوا الأثر الموظف دانيال. سوين طبعت صورة من إيميل المقدم مورغان ولاحظت إن في تصوير سري وعرفت إنه سام في خطر. راحوا فورا لبيت سام. أهلها بالتبني اتقتلوا وتركوا بس بقعة دم على الحيط. جياك المحقق الشاطر فتح الشباك وصورة سام تخرب جات في دماغه لكن حس بالأدلة اللي في البيت. سام لسه جوا. هي فتحت الشباك عشان تضل القتلة. سام كانت فعلا مختبئة في الدولاب. شكله ورث مهارات جاك التحقيقية. الكتلة راحوا لبيت المقدم مورغان حسب الاتفاق وما كان مسموح لهم يجوا هنا بس مع فشلهم المستمر فقدوا السيطرة. لما عرفوا إنه وصلوا تركوه بسمات على التليفون. القاتل كسر التليفون وأثناء ما كان يضغط على رأس المقدم مورغان لينمات. سوين تعرفت على مديرة مدرسة البنات فطلبت منها تعتني بسام. هي راح تاخذها لما تنتهي القصة. جياك لاحظ إن سام ما تتأقلم مع اللي حواليها. يا جماعة الحلوين سام بين عليها خجولة شوية ما تقدرش تتكلم مع أصحابها في الصف لأن صحابها دايما بيروحوا رحلات مع أهاليهم ويشتروا حاجات. بس سام عمريها ما شافت أبوها ونقص حب الأب خلاها تكبر بسرعة وتكون بروف الاعتماد على نفسها. في اللحظة دي سام جاتها رسالة. كانت ناوية ترد عليها بس جاك وقفها وقال لها الوقت متأخر والقتلة بيراقبوا مكان تليفونها. لازم يهربوا حالنا. على طول لما طلعوا سام سرقت شنطة واحدة من زميلتها في المدرسة. بعدها ليشر اتصل عليها وقال إنه بحث ولقى إن شركة الأمان بارا عندها مشاكل في أفغانستان وفقدت عقود حكومية مهمة. في إشاعات عن أزمة مالية عندهم. وكمان المقاول دانيال اللي يتكلم مع المحققين اختفى بعد التحقيق. والأخبار الأهم المقدم مورغان تقتل في بيته وبصمات جاك كانت في مسرح الجريمة. الناس اللي لهم علاقة بالقضية بيتقتلوا واحد ورا التاني. جاك واثق إنه لو لقى دانيال هي حل اللغز بس لازم يلقاه قبل القتلة. عشان يوصلوا نيويورك لازم يركبوا طيارة بس هم هربانين دلوقتي. محتاجين جوازات سفر وبطاقات إتمان جديدة بسرعة. سام ساعدتهم باستخدام بطاقة وجواز زميلتها اللي سرقت شنطتها. وصلوا المطار والموظفين شاكين فيهم لما بيصوا على التذاكر والجوازات بس عدوا الأمن بسهولة. لكن القتلة ترتبوا ناس في المطار كمان. لما الطيارة تأقلعت قاتل دخل الحمام. جاك بالغلط راح على مكان القاتل. القتلة شكلهم واحد شعرهم عامل نفس الطريقة وكأنهم كلهم بيروحوا لنفس الكوافير. جاك ضرب القاتل وغيب وراح أخذ موبايله. بعدين راح الحمام وفاجأ قاتل تاني وهجم عليه. لما الطيارة هبطت جاك اتصل برقم آخر في موبايل القاتل. عرف إن 2 من القتلة تقتلوا. ربهم غضبان جدا وهدد يقتل سام لو جاك ما سلمهاش. جاك عرف إن القتلة عرفت إنهم مع بعض ممكن يكونوا مستنيينهم في المطار. جاك شد سام ورا مخرج الطوارئ. القتلة شافوا ظلهم وابتدوا يجروا وراهم. جاك استعمل ذكائه وهربوا. رغم إنهم نجوا مؤقتا سام كانت قلقة. كانت عايزة تعرف ليه تورطت في القصة دي. جاك قرر يقول لها الحقيقة.
القتلى فاكرين إنها بنت جاك. سام اتصدمت وما صدقتش الكلام. طلعت هي اللي طلبت من أمها ترفع قضية عشان تزود فلوس البيت. ما كانتش متوقعة يكون عندها أب من الأساس، بس الأهم إن القتلى فاكرين إنها بنت جاك. جاك ما قدرش يسيبها. بعد ما طمن سام، جاك فضل مع إياها. بعدين مشي لوحده يدور على دانيال. ست عايشة لوحدها في بيت صغير، زعلانة من جوزها لأنها مدمن على الدقيق ومهمل عائلته. ورت جاك صورة دانيال وقالت له لو راح الأماكن اللي فيها دقيق أكيد هيلاقي دانيال. لما رجعوا الفندق، سوزان كانت بتعلم سام كيف تدافع عن نفسها، وما كانتش متخيلة إن الكلام ده هيكون بجد رهيب. في نفس الوقت إسبين لقى أدلة. الاثنين اللي يتقتلوا في الطيارة كانوا عسكريين سابقين استبعدهم الجيش من زمان. إسبين عايز يحقق في كل حاجة تخصهم عشان يطلع الحقيقة. الصبح جاك اكتشف سام مش موجودة وهم قلقانين. فجأة سام رجعت أوضتها. طلعت سام سمعتهم بيتكلموا عن دانيال بالليل، فخرجت تدور على أدلة. سمعت عن مبنى مهجوري في المنطقة 9 مليان ناس بلا مأوى ومدمنين ومحاربين كدامة. سام ذكية ومرحة زي جاك. جاك بدأ يشكى إذا كانت بنته بسبب المعلومات اللي سام جابتها. الاثنين راحوا المبنى المهجور في المنطقة 9 والناس هناك شكلهم تعبانين جدا. بعدين شافوا راجل لبس طاقية شكله مريب. لما قارنوا الصورة تأكدوا إنه دانيال المحارب القديم والمقاول لشركة دارم. هو آخر حد تكلم مع المحققين اللي تقتلوه. في البداية دانيال رفض يعترف إنه قابل المحققين. سوزان غضبت وضربته في وشه. دانيال سكت لأنه عارف إن لو كشف هيموت. سوزان وعدته تحميه، بس لو ما قالش حاجة ممكن تقتله دلوقتي. في الآخر دانيال قال اللي يعرفي. شركة بارن كانت بتنقل شحنة أسلحة من 3 در. الكمية دي كفاية تشتعل حرب. دانيال تدفع له عشان يسكت، والشركة كانت ناوية تبيع الأسلحة بدل ما ترجعها أمريكا. بس في الطريق القافلة اتهاجمت وتدمرت بالكامل. دانيال كان الوحيد اللي نجا. عشان يخطوا على الموضوع شركة بارن وظفت اقتلته عشان يقتلوا المحققين. دانيال خايف على عائلته فاختار يعيش مختفي. سوزان حست إن في حاجة غلط. هي فاكرة إن شركة بارن مش هتخسر عقد حكومي عشان تبيع أسلحة. دي مخاطرة مش مستاهلة. قرروا يروحوا القاعدة العسكرية للتحقيق. عرفوا إن في رحلة طيران كل ليلة بتوصل أسلحة من 3 جري أمريكا. في الوقت ده إسبين كان خارج من مطعم. مرة قربت منه وأدته موبايل. الست دي كانت مأجرة من سوزان. بعد شوية الموبايل رن. إسبين رد على المكالمة بحذر. سوزان قالت عندها شاهد يقدر يثبت براءتها. اتفقوا على يقابلوا بعد الساعة 8 بالليل. بعدها شرطة الجيش اكتشفت إن القتلة في الطيارة كانوا مأجورين من شركة بارا. ده متطابق مع كلام سوزان. واضح إن في مؤامرة وراء الموضوع. إسبين بلغ شرطة الجيش إنه رايح يقابل شاهد، لكنه ما كانش عارف إن مكالمته مراقبة. ميناء يكون قطع المكالمة. لما إسبين وصل الميناء سوزان وجاك كانوا متخفين في الظلام. هم كانوا مستنيين. بس قبل ما إسبين يطلع على سيارة الشرطة طلقة نارية طلقت. دانيال وقع على الأرض. بعدها القتلة بدأوا يطلقوا نار عشوائي ويخلوا إطارات عربيتهم تنفجر. في معركة إطلاق نار إسبين اتصاب في ربلة الساك. القاتل بيكرب وإسبين على وشك الموت. جاك قرر يهاجم بسرعة، نط فوق واحد وضربه، خطف سلاحه وبدأ يتبادل إطلاق النار مع العدو. إسبين استغل الفرصة وطلب دعم. جاك ركز نيرانه. قوات الدرع انفجرت برميل البنزين وأسقطت قاتل تاني، لكن رصاص جاك خلص، ما عاد عنده قوة يقاوم. سوزان حاولت تلتقط السلاح من الأرض لكن النار كانت فوقها. آرسي بسرعة استغل ضوء الكشاف وساعد سوزان. الشرطة العسكرية كربت، بس الشاهد الوحيد مات. يعني سوزان لسه مش قادرة تخرج من دائرة الشك. أعطت السلاح لإسبين وقالت له بس توصل لمطار شركة الأمان بارا المؤامرة كلها راح تنكشف. الاثنين المحققين اللي يتقتلوا في أفغانستان كانوا أصحاب مقربين لإسبين. هو مش راضي يموت صاحبته بشكل غامض فقرر يثق فيهم مرة تانية. أفغانستان كانت صاحبة إسبين. هو مش عايز صاحبه يموت بطريقة مش واضحة فقرر يثق فيهم تاني. في طريقهم للمطار الشرطة العسكرية اكتشفت إن شركة الأمان باران خسرت عقد بمليارات الدولارات من الحكومة من نص سنة، وكانت مدينة كتير
بس مؤخرا سددوا ديونهم بشكل غريب. لو بس بيعوا أسلحة في السوق السوداء ما كانش ممكن يسددوا الديون الكبيرة دي. جاك شك إنه مش بس بيبيعوا أسلحة. في نفس الوقت سام كانت في الفندق وهي جعانة. رفع التليفون وطلبت خدمة الغرف، بس لأنهم دفعوا نقدي الفندق ما قدرش يخدم الخدمة. سام طلعت بطاقة ائتمانها مقطوعة عشان استخدمتها في المطار، فموقعهم تكشف بسرعة. بالضبط الساعة 10 بالليل وصلت سيارة الشرطة العسكرية لمطار شركة الأمان بارا ونجوا من سيارة الكتلة. لما وصلوا المطار قدموا أوراقهم الرسمية حسب النظام. الحراس لازم يتأكدوا من الرساة. العمال في المطار واقفين في طابور. بنفس الوقت شوية سيارات دفع رباعي سوداء وصلت وسد الطريق. في حالة الطوارئ لازم يتصرفوا بسرعة. دبدة البنزين واندفعوا صوب البوابة الحديدية رايحين مباشرة للمدرج. طرفين مسلحين، واحد عسكريين في الخدمة والتاني مرتزقة محاربين قدامى. لو بدأوا إطلاق نار كله راح يتضرر. الجنرال بكل هدوء نزل يتوسط. رجاله يخففوا السلاح وبدا يتظاهر بالسؤال عن الوضع. سوزان بكل صراحة قالت إنها تشك إن الأسلحة دي مزيفة. الأسلحة الحقيقية تتباعت للثوار في أفغانستان. لو الأدعاء الصحيح الجنرال راح ينحبس، بس هو ظل هادي وأمر رجاله يفتحوا الصناديق للتحقق. النتيجة إن الأسلحة بداخلها مطابقة للقائمة. كل ما يفتحه صندوق الأسلحة داخله كانت صحيحة، أسلحة حقيقية وسعر حقيقي. سوزان تصدمت تماما، لكن جاك مش كده. هو ما صدق استنتاج سوزان. تجارة الأسلحة ما كانتش كفاية لسداد الديون إلا لو كانوا بيغطوا تهريب حاجات أغلى. يا جماعة الحلوين، سوزان كانت مصدومة تماما، لكن جاك كان وثق. هو يثق بأفكار سوزان. تجارة السلاح ما راح تسدد الديون إلا إذا استخدموا السلاح لتغطية تهريب أشياء أغلى، مثل الدقيق مثلا. هو راح مباشرة على الصناديق. الجنرال بدأ يتوتر وأمر رجاله بالقبض عليهم. في اللحظة الحاسمة إسبين وقف مع جاك. المرتزقة تراجعوا بسرعة. جاك رفع سلاحه. بالداخل كان في شيء غريب وهو الهيروين. الحقيقة انكشفت وكل شيء صار منطقي. الجنرال صار مجرد جنرال سابق والسجن ينتظره. لكن الكتلة وصلوا على باب الفندق. سام ظنت إنه الأكل وصل فركضت للأسفل بفرح، لكن بالصدفة سمعتهم يبحثون عن شخصين بالغين وبنت بيضاء. سام حست بالخطر وركضت وهي تتصل بخالها ريتشر. هو وصل لكن الإشارة انقطعت. ما كانت تقدر تتأخر. سام قادت سيارة الشرطة العسكرية للفندق. دقت على باب الغرفة اللي جنبها وبعدين طلعت مباشرة على الشرفة. الكتلة كانوا متابعينها عن كثب. لما سمعت صراخ امرأة هو كمان دخل الغرفة الثانية. بدأت مطاردة نار على البلكونة. لما جاك الفندق سام راحت في الهواء. هو عارف إنها دخلت وسط الناس، ولو مكانها كان عمل نفس الشيء. بجد رهيب. سام استغلت الزحمة علشان تختفي. القصة مش سهلت. الكتلة تقسم يدور عليها. جاك طلع على مكان عالي كل من القاتل وطلب منه مواجهة وجهه لوجهه. بس القاتل ده مش خايف من أي قوانين، بيستغل أي حد عشان يهزم خصمه. والله خرافي. القاتل لقى سام فجأة. المكالمة قطعت وجاك بقى زي النملة على الصحن الساخن بيركض كأنه مش عارف طريقه. لحسن الحظ سوزين شافت سام وهي بتجري واتصلت بجاك وقالت له مكانها. لما جاك عرف مكان سام جرى كأنه وحش بريء. القاتل دخل الزقاق وبدأ يدور لوحده. سام كانت مختبئة تحت السلم، ولما حاولت تخرج القاتل الثالث مسكها. لحظة صدمة. سوزين جات تنقذها وقاتلت القاتل بإيديها فاضين. رغم إنها وقعت جامد قدرت تساعد سام تخلص من الخطر. القاتل حاول يضرب نار. سوزين مسكت عصاية وضربته جامد. سوزين خلت القاتل يوقع سلاحه وبعدين مسكت حبل وقيدته على رقبته. استخدمت كل قوتها حتى قتله. القاتل مات وهو في الثلاثينات. سام جريت على السطح. المكان هناك مفتوحة وبعيد النظر. أخيرا جاك شاف الهدف. جاك ركض بسرعة على البلكونة ورا سام. سوزين كمان طلعت السطح، لكن القاتل شافها بسرعة. كانت على وشك تبقى هدفي. في اللحظة الخطيرة جاك جري ودفع القاتل من فوق. جاك مسك المسدس اللي وقع. في الوقت ده سام كانت في قبضه زعيم القتلة. مسكها من رقبتها كأنه بيشيل فراخ صغيرة. لو سابها كانت هتموت. جاك ما جرأش يضرب نار، والقاتل ده شرس جدا ومعها رهينة.
جاك حاول يقنعها بالاستسلام. شركة الأمن بارا وقعت والجنرال اتقبض عليه. ما فيش داعي للمخاطرة بحياتهم. بس القاتل دي الغيرة عميته. دايما كان ما بيتغلبش، بس من ساعة جاك ظهر وهو بيخسر. دلوقتي مش مهتم بالفلوس، عايز يخلص على الأسطورة بيده. بس الأسطورة مش بتطلع من فراغ، لازم يكون فيها حاجة مميزة. جاك حط السلاح على الأرض ومستعد يضحي بنفسه عشان الرهينة. تعرفوا يعني إيه؟ مش معناه إن خلاص انتهينا. سام فهمتي وفكرت في الدفاع لسوزين علمتيها. لما القاتل كان مركز على جاك، ضربته بركلة في المنطقة الحساسة وخدت السلاح منه. بعد ما خرجوا من الخطر، جاك رجع لفريق الحرس. سوزين لبست الزي العسكري وطلتها كانت نار. أول موعد لهم ما كانش موعد عادي، بس وسط الرصاص والدمار فهموا بعد أكتر. الاتنين أقوياء جدا، ما ينفعوش يكونوا أحباب، بس كزمايل مستعدين يضحوا بحياتهم عشان بعض. سام اتفقت مع جاك في كافيه، أكدت إنه مش ست اللي صبت له القهوة 3 مرات هي أم سام. لو كانوا فعلا حبايب زي ما يعرفوش بعض، بس في قلبهم العلاقة دي حقيقية. سام كانت محتاجة تحب أبوي، سام كانت محتاجة العيلة. ملوا الفراق في قلوبهم مع بعض. كل حفلة ليها نهاية، وجاك رجع يكمل رحلته في الحياة. مش زي الأول، دلوقتي مش وحيد، عنده حد يحتم بيه. دي فعلا المكان اللي البطلة بينتمي له. قيمة الفيلم في سمعته، وقيمة التعليق في إحساسنا. قصتنا النهاردة خلصت هنا. شكرا لكم على المشاهدة.